في يوم عادي جدا يوسف كان راجع من شغله، تايه في الزحمة مجهد، والدنيا بالنسبة له ما فيهاش حاجة تستاهل. هو ماشي في شارع جانبي مكان دايما بيمشي فيه، لكن النهاردة في حاجة غريبة شدت نظره. شنطة سودة صغيرة مرمية جنب حاوية الزبالة، بس شكلها جديد كأن حد حطها من شوية. قرب منها وبص حواليه، الشارع فاضي. ركع ونزل فتح الشنطة، جواها ظرف بني، ولما فتحه لقى 10,000 جنيه كاش، ومعهم ورقة مكتوب فيها بخط إيد: دي البداية، لو عندك فضول امشي على العلامات. يوسف حس بخضة، بس فضوله كان أقوى. رفع راسه لقى سهم مرسوم بالطباشير على الرصيف، مشي وراه. كل كام دقيقة يلاقي رمز أو علامة على حيطة، ولما يوصل لنقطة معينة يلاقي شنطة تانية وجواها مبلغ أكبر ورسالة تانية بتقوله: أنت بتقرب، كمل. بعد 6 ساعات ماشي وصل لمنطقة شبه مهجورة، بيت قديم نوره مطفي لكن بابه مفتوح كأنه مستني. داخل بحذر، البيت فاضي تماما إلا من أوضة واحدة، جواها كرسي وكاميرا شغالة، وآخر شنطة فتحة. لا ظرف فيه جملة واحدة: لو وصلت لهنا يبقى أنت جاهز تبدأ الحياة اللي تستاهل، بس لازم تسيب وراك كل حاجة: شغلك، حياتك، اسمك، ماضيك. يوسف وقف متجمد، كام مليون سؤال في دماغه. مين اللي بيعمل كده؟ ليه هو؟ هل دي لعبة ولا اختبار ولا فخ؟ وفجأة الكاميرا نورت، وسمع صوت راجل بيقوله من السماعة: لو رجعت كل اللي شفته هيتشال من ذاكرتك، ولو فضلت انت بقيت واحد منا. ومن يومها ما حدش شاف يوسف تاني. لكن كل فترة في نفس الشارع اللي لقى فيه أول شنطة بيظهر سهم جديد، وحد تاني بيختفي. الناس بتقول إن الموضوع لعبة، والبعض بيقول إنها طائفة سرية، بس الحقيقة الوحيدة إن اللي بيلاقي الشنطة عمره ما بيرجع تاني.